لما توصل للوزن ده الاول خلينا نجيب من ورا خالص بقى. تمام. يعني لما كان وزنك 125 كيلو مع سن حضرتك الحياه كانت عامله ازاي؟ كانت يعني لا يحسد عليه. كنت تعبان ومش قادر اتحرك. كان عندي شقه بروح للحمام، عندي بمشي بنهج، ما بقدرش اقاوم اي حاجه، وعندي خشونه في رجلي ومفاصل وعمود الفقري وسكر وضغط. يا خبر. والله كل ده وبقاوم، بس انا نافعني ان انا يعني شغلي تكنيشن فبتحرك فما كنتش حاسس بيه، لكن لما سن تقدم فبدا الالم السن مع الوزن، السن مع الوزن يعني خلى فكنت رايح اعمل عمليه تكميم او تغيير مسار، كله الدكاتره اجمعوا. حضرتك ده يا حاج رشاد؟ نعم يا فندم. حضرتك تسيرنا معانا على الشاشه؟ والنبي ما توريهاليش، مش عايز اشوف. ايه ده؟ لا مش عايز اشوفه، ده امبارح ولادي وروا قلت له مش عايز يوري يشوف الصور دي. لا زي الفل، بس لا طبعا اكيد كنت حاسس ساعتها بالسن بقى. ما فعلا يعني انا كنت عايز اتخلص باي طريقه، تعبانه يا استاذه. فالمهم رحت دخلت عملت الابلكيشن عشان اعمل عمليه تغيير مسار. ايه ده؟ يعني حضرتك كنت رايح تعمل عمليه؟ ايوه، ما فيش الدكاتره اجمعوا كلهم كده ان اعمل عمليه. يعني انت اهو معانا على الشاشه وانت خاسس ما شاء الله. ده بعد ما نزل وزنك. ده قبل ما اجي للدكتور ماجد. فجيت اخش العمليه، فنسايب اتصلوا بيا قالوا لا ده الدكتور ماجد زيتون احنا نعرفه كذا كذا كذا، اوعى تعمل عمليه، ده بابا عملها وما تعملهاش. يعني حضرتك وقفت على اللحظه الاخيره، على اللحظه الاخيره قبلها بيوم، قبل العمليه بيوم. ده من عند ربنا بقى. ورحت للدكتور ماجد في المركز الرئيسي فوق، وقال لي تلتزم معايا حسيت بفرق. عشان كده لجأت له. لا قلت لك الكلمه الاولانيه ايه؟ قلت هنشفك ونشف الكلمه بتاعت المشهور، الكلمه الترند بتاعته. فانا حبيت المكان وحبيته وهو شخصيا. وبقول لك التزم معايا، كنت باجي له من حلوان على اوساطي كل جمعه. ده في ناس بتجي له بامانه، في ناس بتنزل سياحه علاجيه، بتنزل يعني مثلا تبقى عامله وقت معين كده ان هي تتفسح. ايوه يجوا من الخليج وبيطلعوا وانا اعرف. فانا قلت اجرب يعني كده. اول شهر شهرين مفيش جديده، التاني بقى بيحط حجر الاساس. وبعد كده بصيت الاكل قدامي ما باكلوش، نفسي اجوع مش عارف اجوع. الله اكبر. وعمل ايه الدكتور يا جدعان؟ عمل ايه بس معايا الدكتور ماجد؟ عمل ايه الدكتور ده؟ فيعني الحمد لله بدات سنه دلوقتي الاكل قدامي ما بمدش ايد عليه. بقالك قد ايه بقالي دلوقتي وزنك ثابت؟ وزني ثابت بقالي سنه دلوقتي. لا كلمه ثابت دي انا عايز اقولها، قد ايه وزنك محافظ على محافظ عليه؟ يعني اللي هو الوزن الثابت اللي وصل له. كلمه يعني ثابت عامه اللي هو انا خسيت وجسمي وقف. لا انا قصدي الوزن. انا فاهم، انا عارف قصدك. لا انت عايز تشرح لهم. لا بشرح كلام علمي يعني انت عارف ان اي كلمه بتجيلي بتخش دماغي كدكتور فعلا متخصص في علاج السمنه بيبقى ليها ترجمه في مخي. صح. كلمه ثابت يعني انا خسيت وجسمي وقف. لا انا بقالي قد ايه انا محافظ على النتائج المبهره اللي من 125 مثلا ل 70 خسيتهم في قد ايه؟ خسيتهم في 8 شهور. الله اكبر. 8 شهور. الله اكبر. في الرينج ده 8 شهور. وخلاص الوزن ده بقاله قد ايه؟ بقاله 55 كيلو. 55 كيلو. لا احنا قلنا اكتر من بقالي سنه دلوقتي بتابع، بس كل اسبوعين 3 الدكتور ماجد بيشيك عليا كده. بصوا الصوره قبل وبعد، من 125 ل 70 كيلو. واستاذ رشاد بقاله سنه بس بيتابع متابعه عاديه جدا، اللي هو اصلا حتى بيقول لك انا نفسي اجوع، يعني مش بحس دي بقى منظور ده انت مش رحت للدكتور تغذيه اللي هو خسسك وبس. لا ده دي الحرفه بقى، هندل كل حاجه. دي الحرفه ده حضرتك. واحد هندل كل حاجه، فاهم هو بيعمل ايه. وانا عارف في واحد يقول لك ما هو ده زي ده تغذيه وده تغذيه. لا ده في واحد بيعمل مصارين وبيرمي حاجته في الارض وبيجي له دوخ، وانت عارف حضرتك اللي بيسمع أيوة عنه. طبعا. بص بصراحه يا استاذ رشاد، مع سن حضرتك، احنا بنشكر طبعا مخرجنا مع الصور، مع سن حضرتك وانت بتخس، اوكي طبعا انت زي الفل قدامي، بس خليني برضو اعرف اكتر. تمام. ادق في الاول بقى خالص، اول ما ابتديت تخس كان في دوخه، كان في اضطرابات نفسيه، متضايق، كان في مشاكل الضغط، السكر، الحاجات اللي حضرتك بتتعالج منها؟ انا بقول لحضرتك الدكتور اللي بعالج معاه بقالي 20 سنه ما باخدش لفالجينا الا لما بساله. دكتور عندنا في حلوان اسمه عادل عبد الله، مش بنذكر اسماء. اوكي. راجل ممتاز. قال لي ده بسم الله ما شاء الله كل الدهون نزلت من على الكبد ومن على القلب، الغشاء بتاع القلب بان. انا دلوقتي التراكمي بتاعي 5 ما شاء الله. وعضله القلب كان 13 تراكمي سكر. عضله القلب عضله القلب الدايمنشر بتاعها 5.5. اوكي. يعني ظبطت، كانت الاول 7 ومفتوحه من كتر الدهون والنهجان. طبعا بيفتح العضله بيخليها بتعمل نهجان. فكل العضله لما بتزربست من العربيه ما بتزنق بتبقى
مراكز الدكتور ماجد زيتون للسمنة والتجميل والليزر، للحجز والاستعلام 15 192.